اش غادي نقول لكم؟ كراهة الزواج واللي يجي منه. اي وحده باغا تزوج حتى تسمع لهاد الفيديو هذا وتاكد عادي يمكن ليها توكل على الله وتزوج. الزواج ماشي سهل، ماشي غير اجي وقول اللي جاي يخطبني غنستر راسي وصافي. ملي غادي تسمعوا هاد الفيديو هذا وغادي تسمعوا لقصتي غادي تعرفوني علاش كندوي وعلاش قلت هكا. اللي وقع ليا خوتي كان في عمر 30 عام، يعني تزوجت معطله، ماشي زواج عن حب وماشي زواج ديال العائله. غير الام ديالو بغات تزوج الولد ديالها، بقات كتقلب على عروسه اللي تكون شي وحده ثقيله رزينه وتكون كبيره، ما كتخرج ما كتدرج وما تكونش فيها بلعاد الهضره وبزاف ديال الاسئله. هذا ما كان. جات الام ديالو من بعد ما يعني وراوها الناس الدار ديالنا، جات تشوفني. فعلا هضرتي قليله وفعلا ثقيله وما عنديش مع الخروج والدخول. هي لاحظات هذا الشيء، جمعت معايا وعرفتني. هي كانت ذكيه مطوره، طلعتني وهبطتني وعرفتني اشنو كنسوى. المهم عجبتها، مشات قالتها لولدها، قالت لي هذه هي اللي بغينا. حددوا موعد من بعد واحد السيمانه وجاو. جابت غير ولدها باش يشوفني، هضرت معاه وشافني وشفتو. الصراحه عجبني، واحد السيد مناسب ليا في الزواج، يعني 40 سنه وانا 30 سنه. كان بعقلو وكان راجل ثقيل. استغربت انا وصل داك السن هذاك وباقي ما تزوج. المهم على ما عرفت منهم هما انهم عايشين غير هو في الدار، يعني ساكن في الطبقه الثانيه، امه وباه ومعهم واحد مرت خوه ساكنه معهم لتحت. وهما قالوا لي مرت خوه، ولكن الصدمه هي اللي جايه من بعد في هذا الفيديو. هذا هو اللي غادي تسمعوه، وهادشي اللي خلاني نكره الزواج وملي يجي منه. صراحة كنت فرحانة وكان كيحسب ليا من بعد هاد السن هذا كامل لقيت الزوج المناسب اللي غادي نعيش معاه الحياة كاملة. ويعني شي زوج اللي شادي نقول لكم، في الاول حمدت الله وشكرته، ولكن من بعد داكشي اللي غادي يوقع ليا غادي يصدمني وغادي يصدمكم حتى نتوما خوتي. تصنتوا الفيديو حتى الاخر وغادي تعرفون علاش كنهضر. سميتني كنزة وهو سميتو مصطفى، فعمري 30 سنة وكان في عمره 40 عام فاش تزوجته. جاو خطبوني وفهموني بان مرت لوسي آه، جات معاهم. فهموني انها مرت لوسي ولكن هي ماشي مرت لوسي. هذه واحد الكذبه بعد الاولى. قالوا لي بلي ملي سولتهم فينا هو هاد لوسي علاش ما جاش معاكم، قالوا لي بلي هو حرق الوراق لاسبانيا ومازال ما قد وريقاتو ومازال ما جا، خصو على الاقل 3 سنين ولا اكثر، ما عندهاش وليدات. المهم اقتنعت بهاد الكذبه هذه، وافقت على الزواج وتزوجنا. عشت معاه المده ديال عامين. واحد شويه بديت كنلاحظ شي حوايج غرابين. منهم ان راجل ملي كيجي من الخدمه كيدوز للدار لتحت عند والديه وتيجلس معاهم بالساعات. انا ما كنتش عارفه في الاول علاش، كنت كنقول عادي، يمكن مازال ما مولفش وما عندوش الدراري اللي يشدوه. كنت باقا ما ولدت، تعطلت حتى انايا في الولاده. قلت يمكن كيتوانس مع والديه وهذا وكيطلع لعندي. هاد مرت لوسي هادي ما كطلعش عندي بزاف، وانا قليل فاش كنهبطهم لتحت عندهم لتحت. كنلاحظ بان الهضره ديالها قليله، وكنلاحظ النظرات ديالها ماشي هما هادوك داخلين بحال هكا، نظرات الغيره الحسد. ما عرفتش علاش. وبزاف ملي كنهبطوا انا وراجلي كنكونوا مثلا نتعشاو معاهم ولا هذا وجالسه حداه ونضحكوا ونشد فيه، كنبقى نشوف فيها كتشوف شي شوفات ماشي هما هادوك. قلت انا ممكن كتشدها الغيره لان راجلها ما معاهاش وكتمنى تكون يعني حتى هي عايشه بنفس يعني نفس الازواج، نفس الحاله يعني مع الازواج يعني. المهم غادي تفهموني. هذا الشيء اللي كان كيجي لبالي. داز واحد المده نتاع عامين وعييت في راجلي ندوزو انا وياه يعني عند الطبيب باش نعرفوا المشكل علاش تعطلنا على الولاد. وهو ما بغاش، كيقول بان هو ما غيكونش عنده حتى شي مشكل والمشكل كيكون غير من المراه. قال لك اسيدي انا اللي نمشي ندوز، هو ما غاديش يدوز. المهم خليتها معاه هكاك حتى لواحد النهار جاني خبر بان الوالد ديالي عيان واحد شويه.
فداني عندهم هو وبقيت معاهم وهو رجع بحالو. دوزت معاهمش أيامات مع العائلة ديالي. هنايا داتني الوالدة ديالي مشيت معاها ودوزت درت التحاليل وخرجوا التحاليل بأنني ما فيا والو، يعني ما عنديش حتى شي عارض أنه يمنع زعما الحمل. المهم مشات الأيام وجات الأيام، رجعت للدار، وهذا هو النهار اللي غادي نرجع فيه للدار اللي غادي نتصدم فيه يعني بأكبر صدمة في حياتي. دخلت للدار على غفلة، ما قلتش ليهم بأنني جاية. فتحت الباب وأنا كنسمع الهضرة ما بين راجلي وهاد مرت لوسي اللي هي ماشي مرت لوسي، كيهضروا مع بعضياتهم، وبقيت كنتصنت. ومن الهضرة فهمت بأنها كتعني ليه شي حاجة، بأن بيناتهم شي حاجة كبيرة أكثر من ديك مرت خوه. في الأول تهيأ ليا بلي بيناتهم شي علاقة، يعني بحال إلا كيخونونا، ولكن ملي بديت كنسمع لهضرتها فهمت بأنها راها مرتو. بقات كتقول ليه حتى أنا راها مرتك وأنا مرتك الأولى وأنت يا ولد خالتي. واش غادي نقول لكم، هنايا بدات الصدمة ديالي. وكبدات كتقول ليه انت يا وعدتيني باللي غادي تجيب الولاد منها وانا اللي غادي نربيهم، وعدتيني باللي غادي تكون معايا دائما وما غتفارقنيش، ولكن دابا كنشوفك باللي انت وليتي كتبغيها وليتي معاها مزيان وهذا وهذا. المهم داكشي اللي بقيت كنسمعو منها صدمني. هنايا شدتني بحال الرعشه، رضخت الباب وطحت من يدي الباليزه والصاك اللي كنت هازه. سمعوني ردوا لي البال وخرجوا. بقيت غير مصدومه كنشوف فيهم، حاول انه يشرح لي ولكن انا بديت كنغوت. هنايا سمعوني شيخي وعكوستي وطلعوا حتى هما. بديت كنعاود ليهم وكنقول لهم فسروا لي هادشي اللي سمعت. صافي ما لقاو ما يديروا غير انهم فسروا لي وقالوا لي بلي راها مرتو الاولى وهي ما كتولدش، او او قالوا ما جابش ليه الولاد وبغاو انا السبب اللي خلاوه يتزوج هو يتزوج ويجيب وليدات. هادشي اللي كان. وقلت لهم انايا علاش ما يكون العيب منه هو، وريت لهم التحاليل وقلت لهم بلي راه دوزت ولقيت راسي ما فيا حتى شي عيب. هو بقى كيتنطر وبدا كيغوت حتى تيقول لي لا. وقلت ليه كيفاش ضروري خصك حتى نتايا دوز، لان ما يمكنش مرتك الاولى اللي كتقولوا دابا مرتك ما ولداتش وانا تعطلت بالولاده، يعني حتى نتايا خصك تلاخر. هنا يا خوتي مبقيتش عارفه، دازت عليا ايام وليالي وانا محنه ما عارفه واش نبقى معاه ولا ما نبقاش، ولا نسالي هاد العلاقه صافي، لانها بدات اولا بكذبه كبيره. من غير داك الشيء الصدمه الاخرى اللي غادي نتصدم، هو فعلا مشى دوز من بعد ما قنعت امه، مشى دوز ودار التحاليل، خرجوا التحاليل بان العيب منه هو. ما عرفتش اش غادي نقول. دازت حتى واحد المده وهو مصدوم ما قدرش يقول لنا هذا الخبر هذا، ولكن مو كانت عارفه. شويه مو ملي كانت كتقولها لباه اللي هو شيخي، هنا سمعتهم العروسه الاولى، بقات مصدومه وبقات كتغوت. سمعتها انايا، ملي سمعتها وهبطت بقيت كنسول اشنو كاين. قالوا لي اشنو كاين، بلي راه العيب منه وما كانش باغي يقولها لينا. المهم تخلطت الامور، جا هو وسمع الهضره ديالنا، وبقينا كنستفسروا منه اشنو هادشي، واش ممكن انه يتعالج ولا لا، واش كاين شي امل، يعني يقدر عمليه او لا الدواء او لا اي حاجه اللي تخليه انه يعني يتعالج. قال بان الطبيب قال ليه بلي خصو غير واحد العمليه بسيطه ولكن كتكلف واحد 5 ديال المليون. قلنا ماشي مشكل نتعاونوا، نبيع انا ذهبي وهي ذهبها ونتعاونوا ويدير ديك العمليه. دازت واحد المده نتاع العام عاد جمعنا داك المبلغ هذاك واقتنع انه يدير العمليه. ملي دارها نجحت. انا اش غادي نقول لكم، قبلت بالامر الواقع بما انه تقبلني وكان باغي يعيش معنا بجوج بينا. حتى قال لك اي وحده اللي ولدت فيهم ماشي مشكل. تقبلنا الموضوع كاملين، واخا تبنى على كذبه كبيره، ولكن كما قلت لكم انا تزوجت معطله وما كانش عندي شي امل اخر. قلت نجلس بما انه باغيني ما باغيش يطلقني وما باغيش يطلق الاولى، هي كانت ظريفه ودرويشه وحتى هي قدر الله ما شاء فعل. حتى هي رضات بالنصيب ديالها، رضينا بالنصيب. تعالج
ودازت واحد المدة، وشنو غادي نقول لكم، المفاجأة اللي كانت كبيرة وفعلا اللي فرحت كلشي هو أننا حملنا بجوج وولدنا بجوج بينا، وبجوج بينا ولدنا الدراري. اش غادي نقول لكم، كانت هذه هي القصة ديالنا اولا ديالي كاملة، ولكن كان فيها واحد شوية ديال الألم. كنت كنفكر أنني نتخلى عليه ونطلب الطلاق، ولكن شحال من واحد تدخل وقررت أنني نكمل حياتي معاه، حتى عطانا ربي كما قلت لكم وليدات أنا وياها. تقبلنا الموضوع وعشنا معاه عادي، كل وحدة في دارها، شي لتحت شي لفوق. وهو مرة كيغلط، أي واحد معرض للخطأ، مرة كيفوت المحنة فيها ومرة فيا، كل مرة وكيفاش. ولكن المهم كنا عايشين ومعدينها باش مع الله. كلشي كان تيقول لي انت راك صافي كبرتي وصافي ما كاين لاش تطلقي، وهذا غير بقاي عايشه معاه، راه الا طلقتي ما غاديش تلقاي عاوتاني اللي يتزوج بيك، وسير. المهم انا الصراحه كنت ولفتو داكشي باش قررت انني نعيش معاهم، كملنا حياتنا هكاك طبيعي. ولكن اللي كنوصيكم البنات هو اي وحده بغات تزوج خصها تتسول عليه مزيان، تسول على عائلته، شكون اللي عايش معاه، واش سبق ليه الزواج ولا ما سبق ليش، عاد تحط رجليها وعاد توافق على الزواج. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش من اللايكات والتعاليق ديالكم الزوينه والاراء ديالكم. حتى الفيديو اخر ان شاء الله، وشكرا لكم، مع السلامه مع قناه حكاية سوسن حياتي. شكرا لكم.